لعل الخير يكمن في الشر. وقالت له دي اخلاقها حلوه، دي طباعها جميله، بنت اصول، اتجوزها. الجمال مش كل حاجه. وفي يوم الزفاف لقاها وحشه اكتر مما كان يتخيل، ما استحملش وما قدرش يبص لها وسابها وخرج، وهو حزين على نفسه. مراته شافته كده، حست انه مش متقبلها، طبطبت على كتفه وقالت له لعل الخير يكمن في الشر. ساعتها صعبت عليه، ما قدرش يكسر بخاطرها ويحرجها، ما هو برضه متربي وابن ناس، وأتم زواجه بيها. لكن تاني يوم صحي الصبح ما قدرش يستحمل، أخد هدومه وهج من البيت وطفش، وساب البلد بحالها باللي فيها عشان محدش يضغط عليه ويرجعه ليها غصب عنه. وفضل يلف في البلاد 20 سنة ومعرفش إن مراته كانت حامل منه. بعد ما تعب من اللف قرر إنه يرجع بلده من تاني. وأول ما وصل البلد سمع الأذان بيأذن، دخل الجامع عشان يصلي، وبعد الصلاة سمع إمام بيقول درس حلو قوي، فقعد يسمعه. عجبه كلامه جدا وأسلوب إلقائه، واللي أبهره أكتر صغر سنه. فسأل الناس اللي في المسجد عن اسم الإمام، فقالوا له ده الإمام أنس. قال لهم ابن مين في البلد؟ قالوا له ده ابن رجل هاجر المدينة من 20 سنة اسمه مالك. أول ما سمع كده قعد يبكي، وراح لأنس وقال له ممكن أروح معاك البيت تستضيفني؟ قال له طبعا، أهلا بيك. وأول ما وصلوا عند الباب مرضيش يدخل معاه، بس قال له قول لأمك إن في راجل بره البيت بيقولك لعل الخير يكمن في الشر. ولما دخل لأمه وقال لها كده قالت له اطلع بسرعة ودخله، ده أبوك. رجع بعد طول غياب. الجمال ده، شايفين الست الأصيلة اللي ما تلاقيش منها كتير في الزمن ده؟ ما قالت لهوش لسه جاي دلوقتي يفتكرنا، ولا قالت له جاي بعد ايه، بعد ما انا تعبت فيك وربيتك وخليتك راجل. ده ما يستاهلش. ما قالتش كده، ما قالتش زي ما بنسمع اليومين دول، صح ولا لا؟ بنسمع عن الأم اللي بتحرم ابنها من أبوه وتشوه صورته قدامه وتكرهه فيه، وبنسمع برضه عن الأب اللي بيحرم الأم من ابنها ويمكن كمان يشوه سمعتها. كل ده ليه؟ كل ده عشان كل واحد فيهم عايز ينتقم من التاني وبس، عشان جرحه. مفيش حاجة اسمها فراق بالمعروف زي ما ربنا أمرنا، لا لا لا. ولا حتى إن احنا نفكر في ولادنا وإنهم يكونوا أصحاء وأسوياء نفسيا. اسمعوا وتعلموا وافهموا. افهموا يا جماعة إن الدنيا دي فانية، بلاش غرور الإنسانية ياخدك ولا ياخدك انت كمان وتحرمي ابن من أبوه أو تشوهي صورته قدامه، ولا انت تحرم أم من ابنها وتشوه سمعتها قدام ابنك. حتى لو ظلمتك، حتى لو ظلمك، حقك وحقك هتاخدوه والله العظيم، بس مش بإيدكم. رب العزة هيجيب لكم حقكم لحد عندكم، بس انتوا طبقوا شرع الله في الأرض وانسوا حب الانتقام. وكمان ارضى باللي ربنا قسمهولك، انت ما تعرفش الخير فين. اصبر واحتسب وارضى، لعل الخير يكمن في الشر. ما دمت وصلت لحد هنا يبقى انت استفدت من الفيديو بقى، انك تفيد غيرك وتعمل لايك وشير عشان تشجعني ان اقدم لك كل ما هو مفيد. احبكم في الله، هدية محمود.